بسم الله الرحمن الرحيم. انا خوخه على فكره، تفاحه سحلاني في الشوارع عشان اصور حاجات، بس انا ما كنتش راضيه، بس لما بلاقي الحاجات شكلها حلو قلت اصورها لكم. احنا عند الاستاذ حسن ابو لغات النهارده بتاع الفاكهه. بسم الله ما شاء الله، حاجته جميله جدا، حاجته واسعارها في متناول الجميع. الحاجه اللي ما تلاقيهاش في اي حته هي عنده. العنوان بلال البسطة امام مقلة العجمي بيلا كفر الشيخ. العنوان تاني ميدان البسطة امام مقلة العجمي بيلا كفر الشيخ. دي الحاجات اللي عندي طازة وتحفة. بصي انت رايحة زيارة يبقى تعالي عند الاستاذ حسن ابو لغات. تعالي هنا برضو، ده المشمش طبعا، البرتقال، الكنتالوب، البطيخ. شفت ده عند حد؟ شفت ده عند حد الديلة؟ عند الاستاذ حسن ابو لغات. حاجات تحفة. هنا بصي اهو الاسعار تتناول للجميع. شفت المكان اهو، ده بنجر، ده توم، الموز، التفاح، كل حاجه. ده ما تلاقوش عند اي حد على فكره. هي اي حاجه غايبه هتلاقيها هنا. وطبعا التفاح اهو، ده البطيخ، منظر العنب ده تاخدي بقى وانت رايحه كده زياره وانت مطمنه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له يا رب. استاذ حسن محترم، شخصيه محترمه وتعامل معاكي باحترام. اهو ده الجنزبيل، شفت الخوخ، انا مركزه على الخوخ عشان انا خوخه اهو. وده البطيخ اهو، وده المشمش. شفت الحاجات دي بره؟ ده المحل من جوه، احنا كنا بنشوف الفرشه من بره اهو. اهو ننزل تاني على الخوخ. حاجه جميله وتحفه بجد بجد يعني، ما شاء الله. ده عجوة، ده عجوة بصراحة، أنا أول مرة أشوفها يعني عندي، يعني ما شاء الله ما شاء الله، حاجة جميلة وتشرف. تاخدي بقى لزياراتك وأنت مطمنة. شفت الجمال؟ شفت الحاجات الحلوة؟ ده البرقوق، التفاح. بالله عليك ده ما يشرفش ولا ما يشرف ولا ما يشرفش؟ وديك حاجة تشرفك. ده المحل من جوه، احنا كنا مصورين من الأول في الفرشة بقى. شفتوا العنب ما شاء الله. نقفلها برضه على ايه؟ على الفوق. ده روزمالي برضه اكيد، لان مش بتلاقي عند اي حد. ده روزمالي، ده روزمالي اهو، برضه ما بتلاقوش عند اي حد. اي حاجه يعني تخطر على بالك مش في موسمها بتلاقيها عنده. ما شاء الله يعني، ما شاء الله. ما شاء الله. بص ده بقى للزيارات، دي للزيارات، حاجات تحفه وطازه وجميله وحاجه تشرفك كده. مش هتلاقيها بس اللي عند الاستاذ حسن ابو لغات. العنوان هي كفر الشيخ امام مقلة العجمي ميدان البسطة. ده احلى حاجه، احلى حاجه بقى. راحه زياره، راحه هنا، شفت المنظر، شفت العنب، المنظر، شفت الالوان.
رايكم بقى؟ ايه رايكم في خوخه؟ خوخ انا مركزه على الخوخ لان انا خوخ، وهسيب الفيديو على الخوخ وفيديو جديد مع خوخ. احنا دلوقتي هنسال الاستاذ حسن، هو طبعا خبره بقاله كام سنه في موضوع البطيخ، فعشان ما تخمش وراح اجيبها بقى قرعه وكده وتفاحه تخيل علينا، فهنقول للاستاذ حسن يعرفنا ازاي تشتري البطيخه ازاي. تعالى بقى كده يا استاذ حسن عرفنا، قول لنا بقى كده يا استاذ حسن. زي ما قلت لك كده، البطيخه اولا لازم أن يكون المنبع كويس، يكون الارض كويسه، ارض مسقيه ميه كويسه. ثانيا تعالى على البطيخه نفسها بقى، البطيخه ما تكونش لينه، لان اللينه ديت هتبقى زي من جوه مخوخه. أيوة. ميه من جوه، ميه طبعا هتترمى. مع احترامي دي تتعب، ودي تلاقي مثلا يقول لك انا كنا بطيخ وتعب، ده بيبقى معرض للشمس ومعروض في الشمس كتير. فالبطيخه لازم تكون ناشفه، لازم احنا بنطبل عليها كده وبتاع عشان تكون البطيخه ما تكونش لينه، ما تكونش مستويه، تكون لما تفتح البطيخه تلاقيها ناشفه من جوه. دي اهم حاجه في مواصفات البطيخ. تمام. طب يعني ما تبقاش من هنا مثلا بيقولوا بقى العنق ومش العنق عادي، واللي تحت واللي هو والحاجات دي من ضمن العلامات عادي. العلامات لازم يكون العنق ناشف كل حاجه، بس زي ما قلت لك هو المنبع يكون البطيخ الارض بتاعته كويسه، مثلا زي بقى بطيخ الجيزه، بطيخ قلب شوش، بلد بطيخ النمس زي اللي معروض ده، لازم يكون البطيخ منبعه كويس. تمام. هي كام كيلو يا استاذ حسن؟ دي 12 كيلو. 12 كيلو؟ وفي لحد 15 كيلو. خلاص تمام ماشي يا